أهلا بيكم. النهاردة في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض بسبوسة بالسمنة البلدي. مقادير بسيطة ومظبوطة جدا. سكرها هيطلع مظبوط والقطعة ماسكة نفسها زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت طرية ومرملة وبتدوب في كل قطمة. البسبوسة من الحلويات اللي ما بتاخدش وقت عشان نعملها، بس فيها كام تريكة كده لو ظبطناها هتطلع معاكم حلوة من أول مرة. هنحتاج 3 كوبايات إلا ربع من سميد البسبوسة، سميد يكون لونه فاتح وخشن، أنا بستخدم النوع دوت. معانا كوباية الا ربع سمنة، كوباية الا ربع لبن، كوباية من السكر، معلقة من الكورن سيرب أو عسل الجلوكوز، وطبعا معانا سمنة عشان ندهن الصينية بتاعتنا حوالي معلقة كبيرة. هنجيب قطعة من ورق الزبدة ونطبقها كده مرتين على بعض لغاية ما تبقى زي مربع، وبعد كده نطبق المربع ده على مثلث مرة والتانية علشان ناخد التيب أو الحتة اللي من فوق دي كده في نص الصينية بالظبط، وبإيدينا نعمل علامة على حدود الصينية بتاعتنا ونقص بالمقص، فورقة الزبدة هتطلع بالظبط مقاس الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شفتوا. ندهنها كويس. دي صينية مقاس 28، المقاس ده مناسب جدا، المقادير دي بتطلع ارتفاعها حلو. نبتدي بقى في اول خطوة في عجينة البسبوسة. حطينا السمنة اللي احنا سيحناها بس مش سخنا السمنة قوي، سيحناها بس وحطيناها على السميد، وهنقلب كويس جدا لغاية ما نتأكد ان كل حباية من السميد اتغطت بالسمنة. بعد كده في نفس الحلة اللي سخنا فيها السمنة هنحط اللبن والسكر ومعلقة الكورن سيرب او عسل الجلوكوز، وهندفيهم بس على النار علشان نسهل ان السكر يدوب. هندفيهم بس مش عايزينهم يسخنوا برضو. وبمجرد ما نحط الخليط ده على السميد والسمنة مش هنقلب غير تقليبتين 3 بالظبط لغاية ما نلاقي المكونات اختلطت، ونوقف تقليب على طول. اي تقليب زيادة هيخلي البسبوسة بتاعتنا تنشف وما تشربش السيرب بتاعنا، فما تقلبوش كتير، يدوبك تقليبتين 3 بالظبط. بعد كده هنحط الخليط بتاعنا في الصينية ونخبطها كده خبطتين علشان تبقى متساوية من فوق. ولو حابين تحطوا مكسرات تحطوا، او ممكن تسيبوها زي ما هي. وهنشغل الفرن على درجة حرارة 200، هتقعد تلت ساعة على درجة حرارة 200، وبعدين نهديها على 180 وتقعد تلت ساعة كمان، يعني تقريبا مدة التسوية حوالي 40 دقيقة. في الوقت ده نجهز السيرب بتاعنا. كوبايتين من المية، كوباية ونص من السكر، معلقة من الكورن سيرب أو عسل الجلوكوز، وعصرة ليمون. أول ما البسبوسة خرجت من الفرن على طول ننزل عليها بالسيرب المغلي. هتلاقوها في الأول بتشربه بسرعة، ونقعد نزوده واحدة واحدة لغاية ما البسبوسة تشرب المقدار كله تقريبا. نيجي ندوس عليها من فوق كده هتلاقيها بتطلع العسل كده، هي خلاص خدت كفايتها. أنا زاد معايا تقريبا حوالي معلقتين من مقدار السيرب. بعد ما تبرد البسبوسة نبتدي نقطعها زي ما انتوا شايفين. القطعة ارتفاعها مظبوط جدا وفي نفس الوقت متماسكة وطرية ومرملة، ومحتاجناش نحط بيكنج باودر ولا زبادي. جربوها وقولولي رأيكم، وأشوفكم في وصفة تانية. Thank you.